هدف واحد يتيم وفرص ضائعة من الطرفين بالجملة، وثلاث نقاط ثمينة أضيفت إلى رصيد المتزعم. أهم سمات مواجهة الدورة 23 بين شباب أطلس خنيفرة والوداد الرياضي. المواجهة شكلت عنصر جذب لجماهير غفيرة، تلونت أشكال تشجيعها وتنوعت أهازيجها مثلما تبادلت التحايا فيما بين مختلف مكونات الألترا المساندة. اللاعبون ببواعث مختلفة إن لم نقل متناقضة دخلوا رقعة المستطيل الأخضر، وحسابات المرحلة أهم هاجس يشغل بال كل واحد. شريط المواجهة قصه الإيفواري بكاري كوني بتسديد فوق المرمى شكلت أول محاولة عند رفع ستار المشهد الأول. إيفونا حاول بدوره قبل أن يأتي الدور على وليد الكرتي، وبضربة رأسية يسجل الهدف الأول والأخير في النزال. المضيف حاول التعديل قبل فوات الأوان، وإن اقتضى الحال اللجوء إلى التحايل للتأثير على قرارات الحكم بوالحواجب الذي كان قريبا من كل المحاولات. سعي أبناء خنيفرة تواصل، وتواصلت معه ردود فعل الضيوف في شوط ظلت محاولات التهديف فيه سجالا بين الطرفين، إلا أنه انتهى بتفوق فريق الوداد. احنا جينا عازمين باش نحققوا 3 نقاط، فكاع اللاعبين كانوا في مستوى، وان شاء الله نكملوا على الانتصارات ونبقاو في سنة ترتيب، ان شاء الله نفوزوا باللقب هذا العام ان شاء الله. المشهد الثاني تميز بضغط ممنهج من الفريق الزياني مقابل تراجع لخطوط الوداد تحصينا لنتيجة التقدم وتفاديا لكل ما يفسد العودة بنقاط الانتصار. القائم الأفقي في أبرز محاولة أضاع على اللاعب فهمي أبرز فرصة للتعديل حين اختار التسديد بقوة بدل الحفاظ على هدوئه قبل التصويب. الأولاد ما قصروش، قاموا اللي عليهم، وتعرف في الوضعيات هذه ما عادش تعرف فريق الكبير من الفريق الصغير، عرفت. الأداء كان أداء طيب، لكن النتيجة ما تبعتش الأداء. نقول احنا الأوبجيكتيف ماهوش باش نفوزوا على الوداد، احنا المفيد للجوار يعرفوا الفالور نتاعهم الصحيح باش يأمنوا بحظوظهم أكثر باش نمشيو قدام إن شاء الله. وهي تمضي نحو نهايتها المحتومة لم تسجل ما من شأنه حمل الجديد لتنهي صفارة بوالحواجب مشهدا آخر من مشاهد سعي الوداد نحو اللقب 18. الحمد لله تأتي لنا واحد الهدف في الشوط الأول، عرفوا اللاعبين كيفاش يحافظوا عليه بحكم الملعب يعني ارتيفيسيال، يعني صعيب باش انك تبني فيه كرة حديثة. الحمد لله هذا الجمهور اللي حج غادي يمشي وهو فرحان. نتمنوا هذا الفوز هذا يعطينا واحد الحافز وواحد القوه باش نبقاو مستمرين في التركيز ديالنا باش نحصلوا على المبتغى ديال فريق الوداد وهي البطوله الوطنيه. انتصار الوداد 12 في مساره بالدوري الاحترافي جعل رصيده يرتقي إلى النقطة 45 مقابل استمرار معاناة فريق شباب أطلس خنيفرة لتفادي منطقة الخطر.